مساء الكريستال، غواصه ب 2 مليار دولار غرقت بسبب نقطه. في 2013 اسبانيا صرفت مليارات على غواصه، بس المهندسين نسيوا نقطه عشريه في الحسابات خلت الغواصه طلعت اتقل ب 70 طن، ولو نزلت الميه مش هتقدر تطلع تاني. وهنا بيجي السؤال الاهم، هو ليه الغواصه اصلا محتاجه تطلع على وش الميه طالما هي متصممه تعيش شهور في قاع المحيط؟ الاجابه على السؤال ده هتخليك تبص للجي بي اس من حته تانيه خالص. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي الغواصه بتستخدم نظام اسمه الاي ان اس عشان تتحرك، وبترسم مكانها كده بالحسابات، فلو ما شفتوش ارجع شوف. بس النظام ده كان فيه مشكله قاتله، اي حساس في الدنيا فيه نسبه خطا، بس ملي على ملي وثانيه على ثانيه ومتر على هنا على سنتي من هنا مع شهور تحت الميه، الغلطات دي بتتراكم وبتكبر لحد ما الغواصه تبقى فاكره نفسها هنا بس هي في الحقيقه هناك، متشفته 5 6 كيلو عن المكان اللي فاكره نفسها فيه. عشان كده الغواصه مجبره تطلع، مش تطلع كلها، لا، بتطلع انتنه كده فوق وش الميه. ايوه، البتاع الطويل اللي انت بتشوفه الغواصات ده بتطلعه عشان يخطف اشاره جي بي اس سريعه في كسر من الثانيه، بتعمل بيها ريست لمكانها الحقيقي، يعني بالبلدي بتصفر العداد وبتظبط نفسها وبترجع تغطس تاني. ولو وصلت لحد هنا فانت من الناس القليله اللي بتفهمها وهي طايره، فاكتب لي عوامه في الكومنتس عشان اعرف مين الناس التقيله اللي هنا.